في بداية الدوري الاستثنائي الزمالك بيبدأ الموسم الجديد وهدفه الأول والأخير الدوري المصري. بيقرر جوزيه جوميز إنه يبدأ اللقاء بمفاجأة في التشكيل، محمد حمدي جناح شمال وعمر فرج المهاجم الأساسي، ودي المرة الأولى اللي بيبدأ فيها الثنائي. تبدأ المباراة وضغط قوي من البنك الأهلي لدرجة إن الزمالك ما كانش قادر يطلع بالكورة. الزمالك كل ما يلاقي صعوبة في الخروج بالكرة من العمق كان بيلجأ دايما للكرات الطويلة للأطراف أو لعمر فرج علشان يلعب كمحطة ويسند الكرة للاعيبة اللي جاي زي زيزو وناصر ماهر. ركز معايا في الكرة دي، عبد الله السعيد بينزل يستلم، بيلعب الكرة الطويلة توصل لعمر جابر، الدفاع بيشتت، النهايه الكره ضربه ركنيه. الضربه الركنيه دي كانت ممكن تكون سبب كبير جدا في ان الزمالك ياخد ضربه جزاء، لكن الحكم والفار شاهد ما شافش حاجه. ضربه جزاء واضحه وصريحه، ولكن الحكم مش هنا والفار مش هنا والناس اللي في الملعب برضه مش هنا. المباراه لحد دلوقتي ما كانش فيها اي خطوره حقيقيه، اللهم الا تسديده ناصر ماهر، ولكن كانت بعيده. ولكن دي تعتبر اول كره تتسدد على المرمى بعد ربع ساعه. كان في اكتر من ميس باص في المباراه وبالاخص لاعب الزمالك، ودي اكتر ميس باص كانت خطيره في الماتش، كانت قادره ان هي تكلف الزمالك هدف اول. الزمالك بيسجل هدف ولا اروع من كره ثابته ما شفناهاش كتير. والجميل في الهدف مش ان الزمالك سجل من كره ثابته، ولكن الزمالك بدا يشكل الكرات الثابته اللي جات له على كذا مره. الشوط الاول بيخلص بتقدم الزمالك 1-0، من ثم بدايه الشوط الثاني بيقرر جوزيه جوميز ينزل كونراد مشلاك وناصر الاسطوره منسي. كونراد بينزل يلعب جناح يمين وزيزو بيرجع جناح شمال. مفيش 3 دقايق من الشوط الثاني والبنك بيحصل على ضربه جزاء، كوره عادي جدا ممكن ما تتحسبش، ولكن زي ما قلنا الفار مش موجود والحكم مش هنا. البنك الاهلي بيتعادل. يعني يا راجل حسبت ضربه جزاء وكره حسام عبد المجيد ما فيهاش حاجه غريبه والله. الزمالك بيكمل المباراه وبيستعيد الثقه. الدقيقه 52 الزمالك بيضيف الهدف الثاني من الناصري اسطوره منسي، ومن اسيست ولا اجمل من كده من الماهر ناصر. المباراه بتعدي، الزمالك مستحوذ على المباراه ولكن الخطوره قليله. وطبعا عشان السيناريو يكمل بيصاب ناصر ماهر، ويقرر جوزيه جوميز انه بيدفع بزياد كمال علشان يطلع عبد الله رقم 10 ويلعب زياد كمال جنب محمد شحاته مركز 6 أو 8. وعلشان برضو السيناريو يكمل مفيش دقايق ويصاب زيزو ويخرج زيزو، وبيقرر جوزيه جوميز انه يشرك فتوح لاول مره بعد المشكله اللي حصلت له قبل كده، عشان فتوح ينزل يلعب جناح شمال ومن ثم يتبادل المراكز مع كونراد. وعشان برضو السيناريو يكمل الدقيقه 70 بيخرج زيزو، والدقيقه 72 بنلبس ضربه جزاء من وحي خيال الحكم وحكم الفار، من وحي خيال سكان مدينه الزمالك بيلبس هدف تاني تعادل بقرارات تحكيميه اقل ما يقال عنها انها فضيحه تحكيميه. بيقرر جوزيه جوميز انه بيدفع باخر اوراقه، يخرج شحاته وينزل الجزيري املا في خطف المباراه باي كره جوه ال 18. لكن عايز اقول حاجه، فتوح نزل لعب ربع ساعه، عمل حركه في الجبهه اليمنى اكتر من اللي عمله مشلاك في الدقائق اللي اخدها السوبر الافريقي، السوبر المصري، ومباراه بيراميدز، مباراه النهارده. في اخر دقائق المباراه اخيرا الفار ينتصر للزمالك وبينتصر على محمد عادل. اخيرا الزمالك بيجي له ضربه جزاء عادله ظل الاخطاء الكارثيه اللي حصلت ضد الزمالك في المباراه. عبد الله بيدخل يسجل والزمالك بيحصد اول 3 نقاط في مشوار الدوري، مهمين جدا جدا. مبروك لكل زملكاوي وهارد لك تحكيم العظيم.